السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات اماني السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن حال. سيبكم بقى من حوار اللانشون والكلام ده. يا جماعة اللانشون بيتعمل في المصانع ليه حاجات معينة، بيتعمل بيها بنسب معينة وبطريقة كبسة معينة، ولا بيض ولا جبنة. انا صراحة جربت طرق كتير للانشون بيتحط فيها بيض وجبنة والكلام ده، ولا ليه طعم لانشون ولا ليه ريحة لانشون ولا اي حاجة، وبهدر وفي الاخر حاجة بتترمي. انا هنا جبنة، هنعمل ايه؟ زي العرق الروستو كده، اللي هو اللي بيتعمل بالعرق الانتركوت بتاع اللحمة، او الصدر الرومي. مش احنا مش قادرين نجيب ده ولا ده، هنعمل ايه؟ هنجيب صدر الفراخ، بس الصدر يبقى كامل على بعضه. بتشيل الحتة اللي هي اللوزة اللي تحت دي، او ممكن تسيبها عادي براحتك. وبتجيبي دبارة، انا حتى ما كانش عندي الدبار التخين فجبت الخيط العادي. بصوا الخيط رفيع ازاي، بلفه كذا لفه وبلفه كده عشان اقفله ويعني لما يستوي ويتعمل ما يبقاش سايب. فاهميني قصدي؟ تمام. صلوا على النبي يا بنات عليه افضل الصلاه والسلام. دوت كان حوالي كيلو ونص، 3 صدور. نعمله التتبيله الجميله بتاعته. هنحط هنا دوت زيت زيتون، حوالي 3 معالق، يعني ربع كوبايه زيت زيتون كده، ومعلقه عسل اسود. مفيش، حطي معلقه عسل ابيض، عايزه تستغني عنها خالص براحتك، بس بصراحه بتدي طعم حلو للتتبيله بتاعت الفراخ، مسكر كده وحلو، ويديله لون خطير جدا. معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح، انا دي معلقه كبيره. طبعا اهم حاجه في التتبيله كلها البابريكا المدخنه. ما عندكيش بابريكا مدخنه او ما بتحبيش طعمها، عادي حطي بابريكا عاديه. دوت هنا بصل بودره مش توم بودره. تمام. هنا شويه بهارات فراخ، شويه مرقه دجاج فوريه، واقلب كل المكونات. تتبيلتي بسيطه وخفيفه ويبقى طعمها حلو، وفي نفس الوقت ما فيهاش جزعه التوابل دي. اتبل كويس كويس. بصوا البابريكا اديته لون خطير ازاي. وابتدي بقى ادخل اخد الصدر ادخله في التتبيله جوه الطبق، وادلك كذلك اعمل له مساج. انا هنا هسويه في الكيس الحراري. هو ليه كذا طريقه تسويه وليه كذا طريقه تتبيله، اللي انت حابه تعمليه اعمليه. انت ممكن بعد ما تتبليه التتبيله دي تديله صدمه على النار، وبعد كده تدخليه في شبكه، تاخدي بقيه التتبيله وتحطيه على شبكه، اللي هي مثلا زي شبكه الميكرويف، اي شبكه عندك، وفي صينيه فيها ميه مع بقيه التتبيله دي مع شويه ميه بصل، وتسيبيه يستوي على البخار كده في الفرن. تمام. وبعد كده شغلي عليه الشوايه. ممكن تديله صدمه من فوق، وبعد كده زودي له شويه ميه بشويه بشويه وتغطيه ويستوي من فوق من على البوتاجاز عندك. انا الصراحه استسهلته وحطيته في كيس الحرير وحطيته في القلايه، في الاير فراير عادي. تمام. فبروحكوا يعني ليه كذا طريقه تسويه بكذا طريقه تتبيله، وحاجه نظيفه وطعمها احلى، وعلى الاقل ولادي بياكلوا فراخ مش حاجات مصنعه. وبرده مش حاجات مقليه، يعني مش ناجتس مش بانيه كتير، في مشوي وخفيف وطعمه حلو، مع خس كده في الساندوتش، مع شويه طماطم، مع مايونيز بكاتشب، يعني برضو حاجه طعمها حلو. تمام. هنا حطيته خلاص، تبلته كويس، وعملت له مساج كويس، حطيته في كيس الحرير وفتحته فتحتين. جبت هنا القلايه هحط فيها الكيس، ادخل بس الكيس ده لتحت، هحطه على التسويه بتاعه الفراخ درجه حراره 200، هزوده لتلت ساعه. هو خد معايا ممكن نص ساعه و10 دقايق كمان، حطيته على الشوايه بس. نص ساعه كان استوى وجوسي من جوه، مش مفتل ولا اي حاجه. هنا خلاص كان استوى. هوريكم بصوا بالسكينه، بصوا استوى ما شاء الله وتحفه. هحطه بس ياخد وش شويه، سهل وسريع وجميل. بصوا يا بنات، هنا كان لسه طالع، لا هنا كنت طلعته وحطيته في التلاجة حوالي نص ساعة. هو الأحسن عشان يتقطع منك ما يفرولش، يعني أنا لما جيت أقطعه كان بيفرول شوية. انت عايزه تقطعيه بقى الشريحه رفيعه وما يفرولش منك، على الاقل تسيبيه يوم كامل في التلاجة يبقى هدي مع نفسه. هنا طبعا كنت واخده وقت في فك الدباره، لان هو الخيط رفيع. لو خيط الدباره اللي هو تخين هيتفك معاكي بسرعه. تمام. بصوا هنا ممكن تقطعيه زي ما انا بوريهولك كده، ده بالعرض، ممكن تقطعيه بالطول. بصوا هنا هو كان بيتقطع وحلو وكل حاجه، بس عشان ما كانش لسه برد كويس. بصوا زي ما انتم شايفين ازاي، يعني بتطلع حلوه وكل حاجه، بس ممكن يتقطع احسن من كده لو استنيتي عليه.
انا عشان كنت مستعجله عليه. فبصوا هنا ده بالعرض، بصوا برضو طالعه الشريحه طويله وحلوه والانسجه مظبوطه جوه، والتسويه بصوا ابيض ما شاء الله ازاي من جوه، والتتبيله طعمها مسكر وجميله وخطيره. تمام. هنا قطعت الكميه كلها، هي تخينه شويه لان انا كنت بقطعه، كان زي ما انا قلت لكم كان المفروض يهدى اكتر من كده. انت لو قعدتيه اكتر من كده في التلاجة هيتقطع معاكي ارفع ويبقى احلى كمان، وهيرمي معاكي كميه اكتر. ده كان فيديو النهارده، ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير.